هلو، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. زي ما قريتوا في العنوان بالظبط كده هكلمكم النهارده عن كل حاجه تخص روتين شعري من الالف للياء. بعمل ايه في الشاور، قبل الشاور بعمل ايه، بعد الشاور، كل حاجه بالتفصيل الممل. فما تزهقيش من الفيديو وهاتي حاجه تشربيها او حاجه تاكليها واسمعي الفيديو في روقان كده. فنتابع الفيديو ده للاخر وما ننساش نعمل لايك للفيديو ده وتشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا، وكمان شيروا القناه علشان نوصل 5000. قربنا نوصل 5000 يا جدعان، عيلتنا بتكبر. وتابعوني كمان على الانستجرام وعلى التيك توك، كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. وخلينا نبدا الفيديو وان شاء الله مش هطول عليكم. نفس الصندوق ونفس الوقفه ونفس كل حاجه. الصندوق ده فيه كل حاجه تخص شعري والبدائل الارخص، يعني انا جايبه لكم حاجات غاليه وكمان حاجات رخيصه علشان لو مفيش في الامكانيه ممكن مثلا نجيب البديل الرخيص. اول حاجه وبعملها قبل الشاور هي حمامات الزيت. لازم اعمل لشعري حمام زيت علشان يرطب شعري ويقلل هيشان وكمان يطلع لي بيبي هير ويتقل شعري ويخلي شعري صحي. والزيوت دي اللي انا بستخدمها. اول حاجه اظن ان انتوا عرفتوا ده شبه الزيت بتاع تري شوب، او الزيت بتاع في واحد شبهه كده تاني بس انا مش فاكره اسمه. هو حاجه برضو بجوز هند، ده اسمه نيلارا بالجوز الخطير. هو ده سعره هتلاقوه مثلا ب100 وشويه لان هو زي تري شوب بالظبط. ودول الزيوت بتاع اي جي 7 اللي اتكلمت عليها قبل كده. الزيوت دي طبيعيه ما فيهاش اي اضافات، والحجم اللي معايا ده 50 مللي وكمان سعره تحت ال100 جنيه. يعني ممكن تلاقوا الواحد مثلا ب 85 95 هتلاقوه في الحدود دي. اللي معايا دول اصلا انا معايا 4 زيوت من اي جي 7. معايا زيت الورد واللوز الحلو ومعايا زيت النعناع والروزماري. طبعا الروزماري ده حاجه بالنسبه لي اساسيه. ده بصوا شكله كده اهو، لو عايزين تاخدوهم سكرين شوت. بصوا من احسن انواع الحاجات بجد اللي انا جربتها. زيوت بتقلل الهيشان وبترطب الشعر وكمان بتطلع بيبي هير. انا عايزه اوريكم البيبي هير اللي طلع بس اروح احط دول واجيلكم. بصوا بقى البيبي هير اللي طلع، استنوا بقى. بصوا انا زمان انا عندي الحته دي كانت فاضيه. بصوا بقى اللي طلع، شايفين؟ بصوا طوله ازاي يا مسكرين يا جدعان. بجد الزيوت دي حاجه اساسيه. استنوا اوريكم هو اصلا في منهم خصله طويله لميتها في هنا في التوكه. بصوا اهو، الم لكم شعري ده كده اهو. انتوا متخيلين ان الزيوت دي، بصوا قد ايه الزيوت مفيده، قد ايه بجد يا جدعان. بجد انا الحته دي ما كانتش عندي، الحته دي كده ما كانتش. بصوا قد ايه طلع. الزيوت حاجه اساسيه جدا. عملنا حمام زيت فمحتاجين شامبو فيه سلفيت علشان ينظف مكان الزيت. بصوا بقى الشامبوهات عندكم بليس ده سعره الحجم اللي معايا 300 مللي، سعره تحت ال100 جنيه. ده فيه سلفيت وبارابين وصوديوم بس عشان ينظف فروه الراس وبس. ده اللي انا بستخدمه وقت الشاور لما باجي اعمل حمام زيت. ببقى محتاجه حاجه زي كده ان ممكن يعني يكون فيها سلفيت وبارابين والحاجات دي. وبالنسبه للشامبو بتاع ديفول ده مخصص للاطفال وعادي جدا الكبار يستخدموه يعني. فده من احسن برضو الحاجات اللي انا جربتها، برغم ان هو خالي من السلفيت بقى والبارابين والصوديوم، ما فيهوش اي الوان صناعيه وما فيهوش اي حاجه اضافيه، وفعلا حرفيا ريحته ارجان. بصوا بس بينظف بطريقه مش طبيعيه فروه الراس، والاتنين بيرطبوا فروه الراس حلو جدا. يعني انا الاتنين دول عمرهم ما نشفوا شعري. بعد كده بقى بيجي دور البلسم. بقى احنا خلصنا فروه الراس، عايزين بقيه الشعر نرطب بقى بيه شعرين. فبستخدم دول، بصوا هم دول. ده طبعا انتوا زهقتوا منه، ده البلسم بتاع لوريال بالهيالورونيك اسيد، وده البلسم بتاع بليس برضو بريحه الارجان. الاتنين تحفه. تقريبا 300 مللي، لا ده بقى ال 500 مللي فهيكون معدي ال 100. يعني ده مثلا ممكن نلاقيه في حدود ال 120 130 جنيه بالكتير. على فكره اسعار بلس ما بتزيدش عن كده. بالنسبه بقى للبلسم بتاع ده فده سعره تحت ال 100 جنيه. اخر مره انا جبت العلبه دي كانت ب 65 جنيه ل 75 جنيه يعني بالكتير، يعني على حسب طبعا المكان اللي انت هتجيبيه. من حيث بقى البلسم بيعمل ايه، بنحطه اولا من هنا من عند الودن لحد تحت بعيد خالص عن فروه الراس. وانتوا عرفتوا اظن احنا ما بنجيبش الحاجات دي ليه على فروه الراس، اتكلمت فيها في الفيديو اللي فات. فاحسن حاجه البلسم نحطه بقى امتى؟ بعد ما بنغسل شعرنا بالشامبو بنعصر شعرنا بس كده شويه، او نجيب تيشيرت قطن ننشف بيه شعرنا كده نخلي شعرنا مندي
لو شعرنا غرقان ميه وجيتي حطيتي البلسم، عارفه الميه هتاخد البلسم وتنزل، هتنزل كده بقى ايه، خلاص. فلو مش شعرك مش هيلحق ياخد الترطيب، فيفضل ان احنا نحطه على الشعر مندي عشان الشعر يستفاد منه، وبجد هتاخدي نتيجه عسل زيكم. طيب كده خلصنا الشاور؟ لا استنوا بقى، استنوا، احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه في قدامنا كام خطوه كده تاني، لسه احنا جوه الشاور. لما نطلع هبقى اقول لكم احنا طلعنا. دول بقى اللي عليهم الدور. طب دول ايه؟ دول بقى الحمامات الكريم. طب مش كفايه يا ساندي البلسم؟ بصوا، احنا لو عايزين ترطيب زياده بنستخدم حمام كريم، مش عايزه ترطيب زياده خلاص استخدمي البلسم وبس. اللي طبعا باين عليا ان انا مبوظاه ازاي، يعني شايفين ده بتاع ايفا ب 37 جنيه، ده الحمام الكريم بتاع الو ايفا، تحفه. ده بالبروتينات والصبار، بالصبار والبروتينات الحريق، وفي واحد بالصبار بس. بالنسبه لده، ده بتاع بايو سوفت بالجوز الهند، زي ما انتم شايفين. بصوا بقى انا واكلاه ازاي. على فكره اللي متابعني من زمان عارف انا مخلصه من ده كميات قد ايه، وراجعوا الفيديوهات اللي فاتت هتعرفوا بجد ان انا ما بضحكش عليكم. مخلصه منه وهنزل اجيب منه اصلا تاني لان هو بجد تحفه. بغسل مره واحده في الاسبوع شعري، ولو باظ قوي مني بضطر ان انا اغسله مرتين يعني، بس الاكتر بتبقى مره واحده في الاسبوع. فبقى محتاجه ترطيب زياده علشان الكيرلي تقعد، وعلشان شعري يبقى شكله حلو اكتر، ما فيهوش هيشان، ما فيهوش اي حاجه. طيب اسعارهم ايه؟ 37 جنيه او 38 جنيه، سعره ب 80 جنيه. بصوا بس بجد الاتنين حلوين جدا ويستاهلوا يتجابوا. لسه في واحده برضو كاتبالي كومنت امبارح ان هي جابت الحمام الكريم ده ب 80 جنيه، فانتوا الحقوا بجد تجيبوه، وانا برضو هنزل اجيبه يا جدعان لان هو بجد تحفه. دلوقتي جه دور خلاص بقى، احنا خلصنا الشاور وطالعين بقى نظبط بقى شعرنا. طيب اول حاجه الشعر هننشفه بفوطه ميكرو فايبر يا اما تيشيرت قطن، يعني ما نأزمش الدنيا وما نتعقدهاش كده، لان هي اصلا الحياه معقده خلقه يعني. فلو ما عندناش فوطه ميكرو فايبر يبقى تيشيرت قطن، تمام. طيب التسريح، نسرح شعرنا او ان هو نسلك شعرنا. بنسلك شعرنا وهو مندي، عارفين مندي كده وكويس، ونسلكه من تحت وناخد من فوق. الترطيب بقى، نيجي بقى للترطيب. انا جايبه لكم كذا نوع وكذا سعر، هم اصلا يعني كذا فئه. الانواع اللي انا هتكلم عليها دي مناسبه لاي شعر، ستريت، ويفي، كيرلي، عشان نعمل ستايلينج. بصوا مناسبه لاي شعر. هنبدا من الارخص للاغلى. اول واحد معانا وهو بتاع بليس، اللي هو ده. بصوا ده كده شكله. الحجم اللي معايا 250 مللي. ده ليف ان كونديشنر، ده بالارجان. ترطيبه عالي قوي، القوام بتاعه متوسط، وسعره ب 45 جنيه، يعني ممكن لو زاد يبقى ب 55 جنيه. فده من احسن الحاجات وارخصهم بجد، وبجد بيقضي الغرض. ومفيش منتج بيوقع الشعر. لو في حد جه قال لك اصل بلس بيوقع الشعر، بلس ما بيوقعش الشعر، الا لو انت بقى رحتي اتذكيتي كده ورحتي جبتيه على فروه راسك. مفيش منتج على وجه الارض بيجي على الفروه الا هو الشامبو وبس. بقيه المنتجات بتتحط من اول الودن لحد الاخر. فده اول واحد معانا، وكمان سعره زي ما بقول لكم كده من 45 ل 55 جنيه. الليف ان بتاع بوبانا اتكلمت عنه، وبرده بنفس القوام بتاع بليس، قوامه متوسط، ترطيبه عالي قوي وبجد تحفه، ريحته خطيره. اللاين اللي معايا ده اصلا بالجوز الهند، هو في منه كذا لاين بس بصراحه زي ما انتم عارفين انا بحب جوز الهند والارجان. معرفش بقى في منهم ارجان ولا لا، بس ده تحفه. وسعره ب 85 جنيه ل 95 جنيه. نيجي بقى لاغلى واحد فيهم، هو بتاع رو افريكان. طيب رو افريكان غاليه مش قوي بصراحه يعني، عشان بس ما نبالغ، هو ممكن سعره يكون من 240 ل 260، بس طبعا في ظل الغلا اللي احنا فيها ده مش هنلجأ للحاجه الغاليه، احنا ممكن نلجأ للحاجه الرخيصه. بس لو انت في امكانيتك تجيبي حاجه نظيفه هاتي بتاع رو افريكان. انا على فكره انا عايزه اقول لكم ان ده البديل الارخص بتاع كانتو. كانتو وصل 500 جنيه يا جدعان. محدش هيحط 500 جنيه في حته منتج وفي الاخر هيخلص. هو طبعا قوامه حلو، كانتو وحجمه كبير هيقعد وكل حاجه، بس في الاخر انت دفعتي 500 جنيه في منتج. فده البديل الارخص وسعره النص، ده ب 240. وعلى فكره ليا كود خصم في رو افريكان، هبسيبه لكم هنا كده على الشاشه لو حد عايز يجرب اي حاجه من رو افريكان. اللي هو لو انتوا عايزين تطلبوا من على الويب سايت عندهم هسيب لكم الكود الخصم بتاعي، وروحوا كمان تابعوني على الانستجرام بحط الكود الخصم كده على طول. فده بالافوكادو وترطيبه عالي جدا والقوام بتاعه حلو، ويعتبر قوامه اعلى من الاثنين اللي انا اتكلمت عليه. طيب الشعر الستريت
والويفي يركن على جنب. بقى هتقولي الشعر الكيرلي، انتي لو بتعملي شعرك كيرلي وبتعملي له ستايلينج وبتظبطي كل حاجه، ما انتي محتاجه حاجه تثبتيه. اهو جل بتاع باي سوفت ب70 جنيه، برده مازال سعره تحت ال100 جنيه. وعايزه اقول لكم بقى على حاجه، باي سوفت الجل ده مختفي، فده يدل على ايه؟ ان هو بجد هيرفع في السعر وهيبقى سعره جبار. فالجل ده حلو جدا، بيثبت الكيرلي حلو قوي، وبجد من احسن انواع اللي انا جربتها. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. باي باي.